يا صباح الفل، يا صباح الفل والجمال والسعادة والرضا والهنا. عاوز اتكلم في حاجتين مهمين. النقطة الأولانية موضوع العربيات الكهرباء، والنقطة التانية ايه؟ العربيات هترخص ولا هتغلى؟ ايه؟ شتوشتو بالروسي، بالأوكراني شتوشتو برضو. طب انا هقول لكم بقى العربيات هتغلى ولا هترخص. بصوا بقى، اليومين الجايين المفروض اللي فيه نسبة دولار كبيرة قوي 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 هتدخل البلد. لو النسبة دي أدت إن سعر الدولار نزل، العربيات هتنزل. قوم إيه؟ على رأي عمنا عادل إمام، العربيات هتنزل. طيب السيناريو التاني، لو الدولار ده ما أثرش على سعر الصرف في البنك، يعني الكميات اللي وصلت أثرت على سعر الصرف في البنك، العربيات هتغلى. طب ازاي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا هتغلى. هقول لك ليه هتغلى. اول حاجه، لان دلوقتي الاستيراد واقف، الاستيراد الشخصي واقف، استيراد عربيات ذوي الهمم واقف. الاستيراد اغلب التوكيلات، مش هنقول يعني اغلب التوكيلات، العربيات واقفه، ما فيش افراجات جمركيه. ف90% ان العربيات ما بتدخلش. طب الحل ايه؟ الحل النهارده اللي عنده سلعه هيفضل ماسك فيها ويطلب فيها اللي هو عاوزه، ونرجع تاني لنفس السيناريو تاني اللي هو بتاع الاوفر برايس تاني. فهمنا السيناريو بتاع اللي انتوا عارفينه، هتغلى وهترخص والكلام ده كله. ندخل بقى في العربيات الكهرباء، وانا عارف اللي انت عاوز تسأل على ايه، فانا هجاوبك بس في الفيديو اللي جاي. يلا اشوف وشكم بخير.